كرة القدم الإفريقية هي قوة للعديد من المواهب، لاعبون مثل ديديه دروغبا وصامويل إيتو وجايجاي أوكوتشا وغيرهم. كثيرون تألقوا في كرة القدم الأفريقية. لقد شارك العديد من اللاعبين الأفارقة العظماء في كأس الأمم الأفريقية أيضا. وفي هذا الفيديو سنلقي نظرة على أفضل 10 لاعبين أفارقة شاركوا في كأس الأمم الأفريقية، فهيا بنا لنبدأ. صامويل إيتو هو أفضل لاعب كرة قدم كاميروني على الإطلاق. لقد حقق صامويل إيتو العجائب في مسيرته مع الأندية، حيث سجل العديد من الأهداف وفاز بالعديد من الجوائز ولعب لأندية كبيرة في أوروبا مثل برشلونة وإنتر ميلان وأندية أخرى. إيتو كان على رأس الجيل الذهبي للكاميرون وسجل 18 هدفا في كأس الأمم الأفريقية في 6 نسخ، وفاز إيتو بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين متتاليتين في 2000 و2002. اللاعب الأفريقي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية وهو أفضل لاعب أفريقي 3 مرات، جورج ويا، لاعب يستحق الثناء. وقد اعتبر الأسطورة البرازيلية وأيقونة كرة القدم بيليه أن جورج ويا هو أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق. وعلى الرغم من نجاحه الفردي ونجاحه مع النادي، لم يتمكن جورج من فعل الكثير منذ أن كان يمثل منتخب ليبيريا، حيث مثله في 75 مباراة دولية وسجل 18 هدفاً. لعب في بطولتين من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكنه فشل في الفوز بها. ديديه دروغبا الذي بذل كل ما في وسعه للفوز بكأس الأمم الأفريقية طوال مسيرته، وفي الواقع سجل 12 هدفاً في 11 مباراة مع كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية. وظهر دروغبا في 3 نهائيات لصالح فريق ساحل العاج، لكنه لم يفز باللقب مطلقاً. ولكن بعد عام واحد من اعتزاله، فازت ساحل العاج على غانا بركلات الترجيح لتفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015، وقاد دروغبا الاحتفالات. الحارس الأكثر شهرة في القارة الإفريقية في هذه القائمة، ويستحق بالتأكيد أن يكون ضمنها، عصام لديه العديد من الأوسمة والألقاب الفردية بالإضافة إلى اسمه، حيث خاض حارس مرمى مصر 159 مباراة دولية. إنه اللاعب الأكثر فوزاً بألقاب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات في 1998 و2006 و2008 و2010، حتى أن عصام فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة في 3 مناسبات. وقد مثل منتخب بلاده في كأس العالم حتى 45 عاماً ثم اعتزل. سمي على اسم الأيقونة البرازيلية بيليه، وقد لعب عبيدي بيليه 73 مباراة دولية مع منتخب غانا، وكان جزءاً من منتخب غانا الفائز بكأس الأمم الأفريقية عام 1982. وخلال عام 1982 إلى عام 1992 كان اللاعب الأفريقي الأكثر هيمنة، وساعد غانا في الوصول إلى النهائيات عام 1992، وسجل في 3 مباريات متتالية، بما في ذلك ربع النهائي ونصف النهائي. الغاني صاحب أكبر عدد من الترشيحات للكرة الذهبية. كان لدى إيسيان مسيرة مهنية جديرة بالثناء على مستوى الأندية، وخاصة مع تشيلسي، فقد ظهر إيسيان لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية عام 2002، وساعد منتخب غانا في اجتياز ربع النهائي الصعب أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2008، حتى أنه تولى شارة القيادة في نفس المباراة. في نهاية المطاف غاب إيسيان عن كأس الأمم الأفريقية 2010 بسبب الإصابة، وانضم في النهاية إلى قائمة أعظم اللاعبين الأفارقة الذين لم يفوزوا بكأس الأمم الأفريقية أبدا. صنع يايا توريه اسما لنفسه في مانشستر سيتي وبرشلونة، وكان أحد أكثر اللاعبين الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي في جيله. فقد صنع يايا توريه اسما لنفسه في مانشستر سيتي وبرشلونة. لقد كان أداؤه جيدا أيضا مع ساحل العاج، وكان لاعب خط الوسط بطيئا، ولكن كان لديه سيطرة كبيرة على الكرة، وغالبا ما كان يمر عبر المدافعين. وقاد يايا توريه منتخب بلاده للفوز بأول لقب لها في كأس الأمم الأفريقية عام 2015 أمام غانا بركلات الترجيح في النهائي، ليرفع القائد يايا توريه الكأس في النهاية. أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، وأعظم لاعب نيجيري على الإطلاق. لقد فاز جايجاي أوكوتشا بلقب كأس الأمم الأفريقية مع نيجيريا عام 1994
التي استضافتها تونس، ويشتهر الأسطورة النيجيرية بأسلوبه المثالي في المراوغة، وغالبا ما تم تسمية العديد من الحركات المهارية باسمه، وكان حضوره الهجومي في خط الوسط سائدا، حيث عزز نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين. حقق ساديو ماني النجاح على مستوى الأندية والمنتخب السنغالي. لقد قدم ساديو ماني أداء جيدا بشكل استثنائي مع ليفربول، وكذلك مع السنغال، وشارك ماني في العديد من نسخ كأس الأمم الأفريقية مع منتخب السنغال، لكن فريقه لم يكن المرشح الأوفر حظا للفوز بها، حيث وصلت السنغال إلى النهائيات عام 2002 و2019، لكنها خسرت كلاهما. وساعد ساديو ماني السنغالي على الفوز بأول لقب لها على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية عام 2021 أمام منتخب مصر. صلاح انضم إلى دروجبا وجورج ويا في قائمة أعظم اللاعبين الأفارقة الذين لم يفوزوا مطلقا بكأس الأمم الأفريقية. وكان لصلاح مسيرة متقلبة، خاصة عندما كان في تشيلسي. في النهاية جاء الجناح المصري وحقق نجاحا هائلا مع ليفربول، ولسوء الحظ لم يتمكن من فعل الشيء نفسه مع مصر، خاصة في كأس الأمم الأفريقية. وسجل محمد صلاح هدفين في كأس الأمم الأفريقية 2017 و3 في كأس الأمم الأفريقية 2021، وخسر المصري في النهاية كلتا البطولتين في النهائي.